مبروك يا أسامة. ومبروك انتصارنا لكل العرب ولكل الافارقه. بكل صراحه الطريقه باش لعب وليد هذا المونديال هي طريقه عقلانيه جدا، طريقه فيها تركيز، فيها حساب، فيها دفاع. لم ينصاغ وراء العرض، نصاغ اكثر وراء الفعاليه، وهذا ما كان ينقصنا عبر التاريخ، حيث في الكثير من المناسبات قدم المغرب عروضا جميله ولكن خرج من الدور الاول. ولذلك آن الأوان لكي تستصغي المنتخبات العربية أسلوب عصري، أسلوب حساب، أسلوب كرة فعالة وكرة عصرية. بكل صراحة أنا يعني أهنئ وليد خصوصا على محاولة إدخال هذا للجمهور المغربي، الجمهور المغربي الذي يريد العروض، يريد التقنيات، يريد اشياء كثيره، ولكن ادخلها للاعبين الان يدخلها للجمهور وللصحافه الرياضيه المغربيه بكل صراحه. الف مبروك خالد للمغرب الصراحه اللي ونسونا الوطن العربي كلهم اليوم، قدموا اداء رجولي فني كل شيء. خالد الفرحه يعني كنا امس متضايقين خروج المنتخب السعودي والتونسي، اليوم لا افرحونا كلنا، وهذا المنتخب اللي كنا نتامل عليه، وكل المحللين وكل الجماهير الرياضيه كانت تتمنى تشوف نفس هذا الفريق. الزين في هذا الفريق خالد انه مو بس قدموا مستوى، لا روح قتاليه داخل الملعب. الان اللي يبي يشوف قياده داخل الملعب او يبي يشوف روح لاعب قتالي داخل الملعب يشوف لاعبين المغرب بالاخص مرابط هذا الروح. شرف المغرب، شرف كل البلدان العربيه. تأهل مستحق ومنتظر، لأنه هذا المنتخب يعني من بين أحسن إن لم يكن أحسن منتخب إفريقي في التكوين، في الاستراتيجية. لكن أنا نضيف شيء، أنه محظوظ هذا المنتخب أنه عنده مدرب اسمه الركراكي، لأنه لما تشوف مدرب في مباراة هو تأهل يبحث على حلول تكتيكية للمباراة الجاية، يعني مباراة الثمن النهائي. اليوم لو لاحظنا كل تغييراته خالد، أول مرة يشرك نصيري مع حمد الله أول مرة. يعني لما تشوف هذا التغيير وهو فايز 2-1 كأنه يبحث على المباراة القادمة على الحلول الهجومية، لما يكون يبحث على الهدف. تغييراته الآن صارت معروفة دائما، لما يبحث على الدفاع اليامق يدخل مكان أناحي، نصيري يدخل حمد الله، ويخرج بوفال ويدخل أبو خلال. لكن اليوم نفس الخطة التكتيكية، نفس التغييرات الدفاعية، لكن هجوميا يبحث على حلول المباراة القادمة، وهذا يبين على أنه مدرب قوي، مدرب تكتيكيا ذكي جدا. وكذلك الآن هو في خلال مباراة مهمة يبحث على حلول المباراة القادمة، يأكد أنه تأهل أول مجموعته بجدارة واستحقاق. وأظن أنه هذا المنتخب يمكن يوصل إلى أبعد نقطة ممكنة من هذا المونديال، وليست بالمفاجأة نظرا للمردود الذي يقدمه الآن. حضري مبروك فوز المغرب. الله يبارك فيك، مبروك لنا ومبروك للوطن العربي ومبروك طبعا لجماهير المغرب كلها. حاجة صراحة احنا نفتخر ونعتز كلنا، والفرحة اللي احنا عملناها يمكن قبل ما نبدأ الاستديو دي حاجة بنشكر لعيبة المنتخب المغربي والجهاز الفني. هو ده أصل اللاعب العربي، دي روح اللاعب العربي اللي عنده طموح ان هو يحط بلده في مكانة كويسة. النهارده الروح يعني من تاني ماتش لعبوه مع بلجيكا، كرواتيا كان ماتش يعني هقول كان كويس، بس الماتش الاحسن كان ماتش بلجيكا، ثم ماتش النهارده اللي هو حطهم اول المجموعه. انا واحد ما شفتش لاعب من اللعيبه او اللعيبه اللي قاعدين بره على الدكه ما فيش حد منهم اثر خالص. كان عندهم هدف ان هم عايزين يصعدوا، هم ما كانوش بيفكروا في الاول ولا الثاني، هم اهم حاجه كانوا يصعدوا. وعشان كده الاداء بتاعهم والروح بتاعتهم اللي في الملعب والترابط والغل اللي هم بيطلعوه على لاعيبه كندا النهارده حطوهم منهم باول المجموعه. دلوقتي هم خلاص، انا من وجهه نظري ان هم النهارده يحتفلوا ويفكروا في المهمه الاصعب اللي جايه ان شاء الله، لان هو الطريق بتاعهم لو هم بنفس الروح دي، بنفس الاداء اللي حصل النهارده في الماتش، بنفس الترابط ده، هيحط المغرب في دور الثمانيه ان شاء الله.